يا أهلين وسهلين في يوميات شهرزاد وبناتها. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. كيفكم يا جماعة الخير؟ إن شاء الله طيبين حالكم وأحوالكم. الليل إن شاء الله هعمل معاكم روتين خفيف ظريف كده بإذن الله تعالى. وفي نهاية الفيديو برضو حنمسك يعني كل مرة موضوع نتكلم فيه، منها هنستفيد من بعض وراء بعض وكده بإذن الله تعالى. هنا يا جماعة أول ما قمت من الصباح قلنا خلاص أعمل فطور قبل ما أبدأ الروتين بتاعي. وهنا كان عندي كبكبة بالله أو حمص، يعني كنت بالله من بالليل، وبعديها هنا طوالي لما صحيت لقيته خلاص يعني، وطوالي قمت شنو جيت فرمته. وما كان هنا عندي بقدونس ولا شبت، فرمته بس ياهو ببصلة وقرن بتاع شطة، يعني حتى القرن بتاع الشطة ما حراق يعني عشان البنات وكده. وبعد يا جماعة بعد ما خلاص يعني فرمته كويس كده، دي رميت الطعمية وسلقت بيض برضو. وهنا ياهو قلت شنو طوالي فطرنا الحمد لله. اللهم أديمها نعمة يا رب واحفظها من الزوال يا رب العالمين. ودي الطحنية دي يا جماعة النوع ده سمح شديد، بيدر اسمها بيدر، النوع ده سمح شديد يعني. كان الطحنية بتاعت الجميل برضو نفس القريبة للطعم يعني، سمحة شديد. قلت أصورها عليكم للناس اللي في السعودية يعني يجيبوها وكده يعني. وبعد ما خلاص يعني الحمد لله فطرنا. جيت هنا المصفى تحت المطبخ دي قلت خلاص أنضفها وكده، لأنه هنا بخد الكباب هنا، وبخد الحاجات يعني المعالق والسكاكين والحاجات اللي بستخدمها استخدام يومي. قلت خلاص أنضف الحتة وكده. والسبت ده يا جماعة ده بتاع الفواكه وكده، بتجي فيه الفواكه وكده. يلا السباتة دي أنا ما قاعد بعد ما يعني نخلص منها ما قاعد أجدعها، بستفيد منها. بخد فيها البصل والبطاطس، وبغسل سبتين برضو. بخد فيهم مثلا الكبابي اللي بستخدمها يومي يعني تكون قريبة، وبخد فيهم مرات برضو الصوابين كده يعني. سبت جميل وبنظم لك يعني الحاجات وكده. عشان كده أي سبت يعني بنجيب فيه حاجة، بالذات السباتة بتاعت الفواكه دي ما قاعدة أجدعها يعني، بستفيد منها شديد. هنا غسلته نظيف كده. بعد ما غسلته نظيف كان عندي عدة برضو غسلتها. بعد داك رصيت زي ما شايفين، رصيت المناديل دي لأنه الكباب أنا بكون غاسلاها وبتكون لسه مرطبة أو لينة يعني. بخد على المناديل دي السبت. وبعد داك يا حتى شنو بغسل الكباب وبخد عليه الكبابي. صراحة سبت حلو ومختصر ومكانه ذاته يعني كويس شديد يعني. بدل البنات مثلا يكونوا عايزين كوباية، عايزين حاجة يطلعوا فوق يشيلوها من فوق يعني من دولاب المطبخ وكده، تكون حاجة قريبة وفي متناول يدهن وكده يعني. وهنا غسلت العدة. ومنو زي يا جماعة بحب غسيل العدة يعني، أنا بحب أغسل العدة وبحب أغسل الهدوم، ما عارفة يعني دي حاجة فيني. وبرضو بحب المكوى يعني. سبحان الله النظافة عموما كده بحبها شديد، بكون مبسوطة لما أكون بعمل في حاجة. ودايما أي حاجة في البيت بحاول دايما أعملها بحب يعني. ما بحس نفسي إنه مثلا الحاجة دي أنا ملزمة إنه أنا أعملها وكده، لا بحب دايما إنه أعمل حاجة في البيت بحب يعني. أنا بكون راضية كل الرضا إنه أنا بعمل في الحاجة دي ومرتاحة ومبسوطة يعني. ما بحس إنه الحاجة دي لا واجب علي أو فرض علي لازم أنا أعملها حتى لو أنا قادرة ولا ما قادرة. لا أنا بتعامل في بيتي يعني أي حاجة بعملها بحب. عشان كده أي حاجة مثلا خدمة حاجة بالنسبة لي صعبة أنا بشوفها ما صعبة. ليه؟ لأنه بتعامل معاها بحب وما بتعامل معاها إنه كواجب علي إنه أعمل كده، لا إنه الحاجة أنا بعملها بحب عشان أنا أكون مبسوطة ومرتاحة وأدي فيها أداء كويس. وكذلك يعني بس ياهو خدمتي في البيت كده يعني، أي حاجة بعملها وأنا بكون راضية عنها ومبسوطة جدا إنه أنا بعمل كده.
وأنا أصلا يعني بحب الخدمة وبحب إنه أخدم وبحب أشتغل وكده يعني. الحمد لله، الله يديم علينا النعمة دي يا رب العالمين. وهنا يا جماعة بعد ما خلاص غسلت العدة والليلة يا جماعة الخير حابة أتكلم لكم عن الأقدار والتعلق بالله وحده. أحيانا في حياتنا نقعد نفكر كتير، ليه الحاجة دي حصلت لي، وليه أنا بس، وليه الطريق اتقفل قدامي، وليه الشخص اللي بتمناه ما كان من نصيبي، وليه الحاجة اللي بنخطط ليها بكل قلبي ما تمت. لكن مع الوقت بتتعلمي إنه ما كل حاجة انت عايزاها لازم تكون خير لك، وما كل باب اتقفل في وشك معناته إنه ربنا ناسيك. أحيانا ربنا بيقفل باب عشان يحميك من حاجة انت ما عارفاها، وبيبعد منك شخص عشان يقربك من نفسك ومن ربك، وبأخر عنك حاجة عشان يديكي في الوقت الصح وبالصورة الأحسن. الأقدار يا جماعة ما بتمشي حسب رغبتنا، لكن بتمشي حسب علم ربنا وحكمته. عشان كده أهم حاجة في الحياة إنك ما تعلقي قلبك بإنسان ولا بوظيفة ولا بمال ولا بسبب من أسباب الدنيا. لا، انت إنسان ومن حقك تحزني ومن حقك تتوجعي، لكن بعد الحزن قولي يا رب أنا ما فاهمة حكمتك لكن واثقة فيك. ودي أكبر رحلة ممكن يعيشها قلبك. لما تتعلقي بالله ما بتبقي محتاجة كل الناس يطمنوكي، لأنه عارفة إنه ربنا كريم وشايل لك في كل خطوة. ما بتبقي خايفة من بكرة بنفس الطريقة، لأنك عارفة إنه بكرة بيد ربنا. وما بتكوني منهارة من الخسارة، لأنك عارفة إنه ربنا قادر يعوضك بالأحسن مما فقدتيه. عشان كده اشتغلي على قلبك قبل أي حاجة، وعلقي قلبك بالله وخدي الأسباب واسعي واجتهدي، لكن النتيجة خليها على ربنا. انت ما مطالبة تعرفي كل تفاصيل المستقبل، انت مطالبة تثقي في رب المستقبل. يمكن الحاجة اللي بتتمنيها اليوم بعد سنة تحمد ربك انه ما حصلت. ومدام ربنا هو المدبر ما تخافي من تدبيره، خلي قلبك طوال يقول يا رب أنا سلمت إليك أمري فاختار لي ولا تخيرني ودبر لي، فإني لا أحسن التدبير. وأجمل راحة في الدنيا إنك تعيشي وإنت عارفة إنه نصيبك ما حيمشي لغيرك، والشي المكتوب لك حتلقيه، والشي الما مكتوب لك مهما حاولتي ما حيكون من نصيبك. فما تتعبي نفسك وقلبك في مطاردة حاجة ربنا ما كاتب عليك. خلي عندك يقين إنه الأقدار لله كلها فيها حكمة، حتى ولو الحكمة دي ما ظهرت لك هسه. وتذكري دايما ربنا ما منعك عشان يعذبك، وربنا ما أخر حاجة عشان ناسيك. يمكن هو بس بيجهز لك لحاجة أجمل، وبيحفظك من حاجات انت ما شايفاها. فعشان كده خلي قلبك معلق بالله، وما تخلي تعلقك بالدنيا أكبر من تعلقك بربك، لأنه لما يكون الله هو السند حتى ولو الدنيا كلها اتغيرت حواليك بتفضلي واقفة ومطمئنة وقوية. اللهم أرزقنا الرضا بأقدارك والطمأنينة بتدبيرك وحسن التوكل عليك، ولا تجعل في قلوبنا تعلق إلا بك يا رب العالمين. وبكده حبيباتي انتهى كلامي، وإن شاء الله يكونوا استفدتوا من كلامي يا رب العالمين. وهنا نرجع يا جماعة لروتيننا زي ما شايفين. بعد ما خلاص غسلت العدة والكلام ده، هنا جيت يا هو أنظف الحوض بتاع العدة كالعادة. يعني وريتكم قبل كده قلت لكم يا جماعة أنا برص فيه المناديل كده زي أربع مناديل ولا 5 مناديل، وبكب عليه الكوريلكس وصابون صابون يا بتاع عدة يا صابون بتاع بودرة عادي، وبخليه زي 15 دقيقة 10 دقايق كده. وبعد ذاك بيجي بدعكه بشنو بالليفة، وياهو بدعكه بالليفة. ياهو كلمتكم بالكيس بتاع البطاطس لأنه بدعك لي كويس سميك وقوي وكده، والله ينظف لي كويس شديد ما شاء الله تبارك الله. يعني شايفين بقت الحتة كيف، يعني راحة نفسية. زول من يخش المطبخ كده ويكون نظيف بيكون مبسوط وبيقدر يعمل حاجته برواقة كده. وهنا بعد ذاك قلت خلاص أعمل لي، جات فقرة البخور قلت أعمل لي بخور مع كوباية الشاي.
الزول زي ما يقولوا يغير المود شوية وكده. والنوع ده من البخور سمح شديد، اسمه أبراج العود تقريبا. النوع ده سمح شديد، بتلقوه ياهو في مراكز بتحت أبو خمسة وهناك كده. أنا اشتريته من عالم الوسام، رهيب 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 شديد. وريحته حلوة يا جماعة، والله ريحته حلوة، تذكرك كده بالحرام وكده. اللهم اكتبها لنا عودة يا رب العالمين قريبا يا رب. وهنا يا جماعة بخلت كويس زي ما شايفين هنا، الحمد لله. وبكده انتهى الفيديو، واشوفكم على خير حبيباتي واخواتي. ويا جماعة عليك الله ما تنسوا الاشتراك في القناة، اهم حاجة يعني اشتركوا في القناة، لانه عدد المشاهدات يعني المشاهدات فيه، لكن عدد المشتركين قليلين جدا والله العظيم. عشان كده يا حبايبي اشتركوا في القناة وشيروا القناة على قدر ما تقدروا، وكومنتاتكم الحلوة بتسعدني وبتفرحني يعني، ولايكاتكم يا جماعة. وهنا برضو يا جماعة قبل ما أقفل، ده برضو الماسك ده برضو اشتريته ياهو من عالم الوسام، سمح شديد للجسم صراحة. يعني بقشر تقشير رهيب رهيب شديد برضو، جربوه، بيخلي يعني البشرة رهيبة ما شاء الله تبارك الله، جربوه برضو. وزي ما شايفين هنا عملته يا جماعة، بدعكه يعني بتدعكيه كده لمدة مثلا 3 دقايق كده، انت بتكوني بتدعكي في يدك، تدعكي كده، وبعدك تغسليهم. بس تبعدي يعني لما تكوني انت تعملي مثلا ماسك او تكشير، تبعدي من الليفة والصابون. لأنه دايما الليفة والصابون لما تكوني عاملة مثلا ماسك أو تكشير، الحتة شنو بتزرق لك كده، لكن لما شنو بعد ما خلاص عملت التكشير عادي، بس بالموية العادي الموية الدافية دي تغسلي بيه، وبعدك ترطبي يعني. مع الترطيب بيكون رهيب رهيب شديد، أول ما تعملي التكشير ترطبي على طول. وبس كده حبيباتي. وهنا عملت لي برضو فنجان بتاع قهوة، قلت أظبط الراس شوية لحد ما شنو، لحد ما يجي وقت الغدا وكده. وبس كده انتهى الفيديو، واشوفكم على خير ومع السلامة. وما أكون الليلة طولت عليكم، وما تنسوا حبيباتي عليك الله الاشتراك في القناة، وكومنتاتكم الحلوة بتسعدني وبتفرحني. ومع السلامة، أشوفكم على خير.